يا مساء الخير أو صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتسمعوني بالنهاردة. عاملين ايه وأخباركم ايه؟ طمنوني عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هقولكوا على شوية خطوات سريعة وسهلة وبسيطة، لو عملناهم هنقدر نتحكم في مشاعرنا وما نخليش مشاعر الناس اللي حوالينا تأثر علينا بشكل كبير. فلو جاهزين لفيديو النهاردة جهزوا قهوتكم أو مشروبكم المفضل، وكالعادة اقعدوا في مكان هادي ومريح وتعالوا نسمع سوا. تقريبا كده كلنا بلا استثناء مر علينا موقف مع أصحابنا أو مع ناس عزيزة علينا وبنحبهم، بيكونوا بيحكولنا حاجة مزعلاهم أو مشكلة في حياتهم وهم متأثرين جدا وزعلانين جدا، فاحنا كمان بنتأثر وبنزعل معاهم جدا وبنشيل همهم يمكن كمان أكتر من نفسهم حتى. وفي الغالب هما بيحكولك اللي زعلهم وبعدين بيرجعوا بيتهم مرتاحين علشان خلاص فضفضوا وطلعوا المشاعر السلبية اللي كانت جواهم. بس انتي بقى بتكملي باقي يومك بالمشاعر السلبية اللي خدتيها منهم، ويمكن بتعكر مودك أصلا طول اليوم وما بتعرفيش تخلصي المهام اليومية بتاعتك. ومش هخبي عليكم أنا كنت واحدة من الناس دي لحد فترة قريبة جدا، وكانت دايما طاقتي بتستنزف وبحس إن أنا مش كويسة. طيب ازاي بقى نعالج المشكلة دي؟ أول حاجة علشان تقدري تحلي المشكلة لازم نعرف نفرق كويس قوي بين التعاطف وبين الاندماج. التعاطف بكل بساطة هيخليكي تستهلكي 5 أو 10% من طاقتك، ده بالكتير قوي يعني. أما الاندماج بقى فبيستهلك من طاقتك أكتر من 90%، لأنك بتعيشي المشكلة كلها بكل تفاصيلها مع الشخص اللي قدامك، لدرجة إن انتي أصلا بتنسي إن هي مش مشكلتك وإنك مفيش في إيدك أي حاجة تعمليها. بس للأسف ده بيحصل معانا لأننا بطبعنا كستات أو كبنات عاطفيين جدا، وقلبنا بيرق وبيحس بسرعة، فبنحس ان احنا لو ما شاركناش الوجع مع الشخص اللي قدامنا بنحس كده ان احنا انانيين او مش انسانيين بشكل كافي. بس اللي بيحصل فعلا ان احنا بنستهلك طاقتنا وبنستهلك نفسنا، بنفقد طاقتنا وبنرجع حياتنا واحنا مش قادرين نساعد نفسنا احنا اصلا. فعلشان كده لازم نتعاطف بس، والتعاطف معناه ان انا اسمعك، احس بيكي، اقولك كلام يطيب خاطرك وخلاص، لحد هنا دوري بيخلص. ممكن طبعا لو عندك نصيحة او حل للمشكلة اكيد هتقوليها مش هتبخلي بيها، لكن في حالة ان الموضوع خارج عن سيطرتك بنسمع بس باهتمام وبنواسي وخلاص كده، واحنا محتفظين بباقي مشاعرنا زي ما هي. بحس الموضوع كده بالظبط عامل زي مثلا لما تكوني ماشية في الشارع وقابلتي واحدة من اصحابك كانت ماشية وشايلة شنطة تقيلة قوي وماشية بيها مسافة كبيرة جدا في الحر، فلما قابلتك اشتكتلك من تعب وتقل الشنطة اللي هي شايلاها، فانتي روحت قايلة لها طب هاتي الشنطة دي عنك وروحي انتي نامي وارتاحي وانا هكمل بيها باقي الطريق بتاعك، مع ان الشنطة دي مش مسؤوليتك ولا شنطتك ولا طريقك. وكان المفروض الصح اللي تعمليه انك تشيلي منها الشنطة تريحيها بس شوية وتقولها فعلا ان الشنطة تقيلة وربنا يعينك على مشوارك وطمنيني عليكي اول لما توصلي وبس، وتديها شنطتها تاني وتكملي انت باقي طريقك وهي تكمل باقي طريقها. وهو ده بالظبط التعاطف. طيب ده في حالة انك ما كنتيش عاملة حسابك، لكن لو في حد معين مثلا في حياتك انت عارفة ان هو بيتصل عليكي علشان بس يشتكي ومش عايز اي حل للمشكلة، لان في ناس كده بتحب الشكوى لمجرد ان هي تشتكي وخلاص، لكن عمرها ما هتقعد مع نفسها ولا تفكر في حل المشاكل حياتها. فانت في الحالة دي لازم تكوني محددة وقت، مش كل وقتك يكون مفتوح للناس ان هم يتصلوا يتكلموا او يشتكوا او يفضفضوا. لازم تفلتري الكلام وتفلتري الاوقات، مش كل الكلام تسمحيله ان هو يدخل عقلك ويأثر فيكي. في ناس مجرد ما بنسمعهم طاقتنا معاهم بتتسحب، وعلشان كده بعد اي زيارة او مكالمة من النوع ده حسيتي انك اتنقلتلك فيه طاقة سلبية او فقدتي حتى طاقتك، لازم يبقى عندك كده خطوات سريعة زي وضع طوارئ تخرجي بيه من المود ده، زي مثلا انك تتوضي وتصلي ركعتين، تسمعي قرآن، تذكري ربنا، لان الحاجات دي بالذات طاقتها ومشاعرها الجميلة اكبر بكتير قوي من اي مشاعر سلبية جواكي. بس بشرط بقى علشان تقدري تحسي فعلا بالفرق انك تكوني بتتقني الحاجة دي وانت بتعمليها. يعني لو هتصلي ركعتين مثلا يبقوا ركعتين بتركيز وبحضور قلب، وكل ركعة وكل سجدة تاخدي فيها وقتك وتفصلي فيها دماغك عن اي تفكير في الوقت ده، علشان فعلا تحسي بالهدوء والراحة والسكينة بعد الصلاة.
وكذلك برضو الذكر أو القرآن. ممكن كمان تنزلي تتمشي شوية، المشي برضو رهيب جدا في تفريغ الطاقة السلبية، وبيهدي الجسم وبيهدي العقل. المهم انك تفصلي وتعملي لعقلك ريستارت مرة تانية. وزي ما قلنا، اسمعي من اللي قدامك من غير ما تندمجي، دوري على اي كلمة ايجابية، على اي حاجة تطيبي بيها خاطر اللي قدامك وقوليها وخلاص. وفكري نفسك دايما طول الوقت انك موجودة علشان تسمعي بس، ده اذا لازم اصلا انك تسمعي، او علشان يمكن بس تساعدي الشخص اللي قدامك، لكن مش علشان تشيلي هموم الناس اللي حواليكي في الحياة. وفي الحياة عموما واحنا عايشين، علشان نقدر نواجه المشاكل والمشاعر السلبية والضغوطات وكل الحاجات اللي بتحصل حوالينا دي، احنا محتاجين يكون عندنا روتين خاص بينا، والروتين ده بيساعدنا ان احنا نشحن طاقتنا مرة تانية. لان تخيلي معايا كده، انتي بتصحي من النوم، الطبيعي ان طاقتك بتكون اتشحنت، لانك نمتي كويس، نمتي في مواعيد النوم الصح، جسمك خد كفايته وصحية مرتاحة، فطبيعي انك عندك طاقة. الطاقة دي بقى لو ما توزعتش صح خلال اليوم وحافظتي عليها كمان، هتلاقي ان طاقتك بتخلص بسرعة جدا في حاجات ملهاش اي 30 لازمة. زي مثلا شوية طاقة يخلصوا في جدال مع حد مش فاهمك، جدال اصلا ملوش اي 30 لازمة ولا انتي هتستفيدي منه اي حاجة، بس اهو بنتجادل وخلاص. او مثلا تخلص منك شوية طاقة في مواقف بسيطة حصلت ضايقتك، كان المفروض ان احنا نعديها بس احنا وقفنا عندها ومعدينهاش. شوية طاقة كمان هيخلصوا في مشاكل في شغلك، او مع صاحبة بتشتكيلك. كل حاجة من دول بتاخد منك جزء من طاقتك ومن هدوءك ومن راحتك النفسية. فاحنا لازم نتعلم ندير الطاقة بتاعتنا، زي ما بنتعلم كده ندير فلوسنا، وزي ما بنتعلم نفكر هنحط فلوسنا في ايه، لازم كمان نتعلم ندير طاقتنا وما نهدرهاش في اي حاجة. اختاري مين اللي هتسمحيله ان هو ياخد شوية من طاقتك، واسألي نفسك هل الموقف او الشخص ده يستاهل ان انا فعلا اديله من طاقتي، ولا انا اولى بشوية الطاقة اللي هضيعهم دول. لو لقيت ان الشخص اللي قدامك يستاهل فتمام، لكن لو موقف ما يستاهلش او كلام ما يستاهلش انك ترد عليه، اكتفي بس انك تبتسمي وتعدي الموقف وتحتفظي بطاقتك لنفسك. بس هفكرك تاني، مفيش اي حاجة في الدنيا بتيجي بسهولة، مفيش مهارة بنتعلمها بمجرد ما ننوي ان احنا نتعلمها. كل حاجة في الحياة بتاخد وقت وبتاخد صبر، وانا كمان معاكم على فكرة لسه بتعلم. مش معنى ان انا بقول لكم على شوية خبرات او على شوية نصايح فده معناه ان انا خلاص اتعلمت وبقيت جاهزة، وكل الكلام اللي انا بقوله ده انا مطبقاه فعلا. احنا كل يوم بنحاول وهنفضل نحاول لحد لما نوصل لأحسن نسخة من نفسنا. وخلي بالك كمان من الأماكن اللي دايما بيكون فيها الطاقة السلبية، حاولي على قد ما تقدري انك تقللي الاحتكاك او التواجد بتاعك في الأماكن دي، ابعدي شوية على قد ما تقدري. خلي كده في مساحة آمنة لنفسيتك تحاولي تحافظ فيها على سلامتك النفسية وعلى طاقتك وعلى هدوءك. وفي النهاية افتكري برضو ان حمايتك لنفسك ولنفسيتك ده واجب عليكي، مش رفاهية ولا أنانية كمان. انك تبعدي عن اي حاجة بتستنزفك ده واجب عليكي. انتي مش لازم خالص تكوني المخزن او البير اللي الناس بترمي فيه او بتخزن فيه احزانها. ساعدي الناس على قد ما تقدري، تعاطفي معاهم كمان على قد ما تقدري، بس في الأول ما تنسيش تعملي ده لنفسك علشان تقدري أصلا تعمليه للناس. تعاطفي مع نفسك الأول، حبي نفسك الأول، ساعدي نفسك الأول، املي كوبايتك بنفسك علشان لما حد يجي عطشان تقدري تسقيه. وبرضه خلي بالك تسقيه على حسب احتياجاته وعلى حسب مقدار المية اللي عندك، علشان لو انتي وقعتي في يوم من الأيام ولا هتعرفي تساعدي نفسك ولا هتعرفي تساعدي غيرك. فكري نفسك دايما انك زي كوباية المية كده، لو فضيتي نفسك للآخر من غير ما ترجعي تشحني طاقتك تاني وتملي نفسك تاني، هتفضلي فاضية طول عمرك، وهتبقي انتي اللي محتاجة للناس وهتروحي تلفي على الناس علشان يساعدوكي وعلشان يملوا كوبايتك. انتي محتاجة كل يوم تملي نفسك بالحب، بالطاقة الإيجابية، بالنجاح، بالرياضة، بالأكل الصحي وبالقرآن وبالصلاة. محتاجة تملي نفسك بنفسك وتشغلي نفسك بحياتك. وبعدين بعد كل ده بقى لو حد احتاج ان احنا نسقيه نقطة من عندنا هنسقيه على قد احتياجه، ما يكونش حد جاي محتاج مثلا نقطة واحنا نسقيه بحياتنا كلها. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.